الام بتعيط والاب ميت له حد، ميت له يعني حد ميت في ان انا نازل احلق دقني. ان انا كنت ممكن انزل اشتري بال10 شرايط لو اسحاق ما نمشي غير وانا سامع ال10. المعنى اللي نوره في دماغي طلب العلم. يعني برضو ممكن يبقى في حاجات في النص في الحته دي، يعني حضرت الناس ورحت للناس وجيت من عند، يعني حصل ده كله زي اي شاب يعني بيتدين جديد. فلمحت شريط مكتوب عليه بالظبط كده: الزمر، غافر، الدعاء، الشيخ محمد جبريل. انا المفتاح في الباب بفتح لقيتهم عمالين يصوتوا فار فار فار، في فار في البيت. فانشغلوا في الفار، الشيخ طبعا دخل فين الفار ده بس سيبوني عليه وايه، وانشغلوا في الفار ونسيوا موضوع الشيخ خالص انه متاخر وانت جاي منين وانت كنت فين وكده. انا امجد، خريج هندسه عين شمس دفعه 2005، كبير شويه، شغال مهندس، شغال بالهندسه يعني الحمد لله من ساعه ما اتخرجت وانا شغال بالهندسه. دخلت دار علوم خلصتها، خدت ماجستير في الاداره MBA. ده الجانب برضو الايه يعني. في رياضه بقى، انا منتخب مصر 7 سنين تقريبا كاراتيه، اول جمهوريه يعني. 7 سنين دول كلهم كنت اول جمهوريه، غير بره بقى يعني شويه سفريات بره كده. الحياة قبل ما تعرف طريق ربنا كانت شكلها عامل ازاي في المجمل؟ يعني خليني اقول لك، انا برضو يعني ايه، طفولتي لم تخلو من الصلاه يعني، ودي كانت ميزه كبيره للبيت يعني من وانا صغير انا بصلي. مش هقول ان انا قبل بس ما اتكلم، انا اي حاجه هتيجي في يعني في الحوار ده في حاجه كويسه حصلت فهي من ربنا سبحانه وتعالى يعني عشان يعني ده بقى يستصحب مع كل الكلام اللي جاي يعني. لا مني ولا حول ولا قوه ولا اي شيء، هو ربنا سبحانه وتعالى اللي ايه بيورينا الطريق وبيمشينا فيه. ما فيهاش اي ثناء على نفسي ولا اي حاجه يعني. يعني انا من وانا صغير بصلي الحمد لله، لكن عادي بقى يعني، شاب عادي خالص ممكن بيعمل شويه حاجات غلط مش حابب اقولها يعني، لكن ما فيش يعني انا جربت ده وده. فلا يعني هو احساس الراحه، الطمانينه، السكينه، ده ما كانش موجود خالص قبل ما الواحد يعني ايه يمشي شويه في السكه الثانيه يعني. ده فضل معايا كده لغايه ثانويه يعني. لغاية ثانوي؟ انهي سنة بالظبط؟ لا مش فاكر بقى يعني. هي في ثانوي حصل حاجه، اللي فاكره انه في ثانوي بقى تانية تالتة، مش فاكر الحته دي بالظبط كانت فين يعني في انهي سنه بالظبط، لا مش فاكر. طب ايه بقى اللي حصل وقتها عشان نبدا؟ بص انا ليا قصه ظريفه يعني احكيها لك. فاضي؟ والمشاهدين عايزين يسمعوها. ليا قصه غريبه شويه. انا زي ما بقول لك انا بصلي من وانا صغير، لكن بصلي بس يعني لبس بقى وخروجات يعني قصه ثانيه يعني بعيد عن الايه اني بصلي يعني. ومره كنت ماشي فلقيت واحد بيبيع شرايط كاسيت، جيل بقى الجديد ممكن ميبقاش عارف ايه شرايط الكاسيت دي يعني، تحت مسجد. فانا ماشي انا لا في دماغي بقى. ده كان فين ده بقى؟ ده كان جنب بيتي. فين؟ انا كنت ساكن في اغاخان في شبرا. تمام. لا في دماغي الشرايط ولا في دماغي اي حاجه، انا معدي فلمحت شريط مكتوب عليه بالظبط كده: الزمر، غافر، الدعاء، الشيخ محمد جبريل. انا لا عارف ايه الزمر ولا ايه غافر ولا مين محمد جبريل، انا ما اعرفش حاجه خالص. فوقفت قدام العنوان ده بقى يعني هنكت، هو ايه الزمر اللي بيغفر؟ انا ما اعرفش ان في سوره اسمها زمر ولا سوره اسمها غافر، ما اعرفش. فانا الجمله مش فاهمها يعني. هو طبعا المقصود ان هو شيخ هيقرا سوره الزمر وسوره غافر وهيدعي. فانا وقفت عمال اقول ايه الزمر ده اللي بيغفر الدعاء يعني؟ هو مكتوب الزمر غافر الدعاء، وبعدين الدعاء ده مش ذنب. الزمر غافر الدعاء. وبعدين الدعاء مش ذنب عشان يتغفر يعني فانا بقى ايه القضيه ومين محمد جبريل إيه؟ يعني الشريط كله على بعضه انا مش فاهم منه اي حاجه خالص. اشتريت الشريط بس ايه يعني انا عاوز اعرف يعني ايه زمر وايه الدعاء بيتغفر ازاي يعني. هو الدعاء دي حاجه جميله يعني، يتغفر ليه اصلا؟ فجبت شريط وروحت. طبعا كانوا زمان يعملوا مقدمات بقى لطيفه كده ان الشيخ هيقرا سوره الزمر وتدخل ايات كده وبعدين سوره فعرفت بقى ان في القران اصلا سوره اسمها الزمر وسوره اسمها غافر، وبعدين الشيخ هيدعي. الحقيقه اتعلقت جدا بصوت الشيخ محمد جبريل جدا يعني. وكان بالنسبه لي محمد جبريل هو الوحيد اللي في الكوكب اللي بيتكلم في الدين، انا ما اعرفش غيره يعني. هو يعني بالنسبه لي هو ده اللي في الكره الارضيه بيتكلم في الدين. ما اعرفش بقى ان في اصلا في حاجه اسمها شريط يتكلم في جنه، ما اعرفش يعني. هو ايه، هو ده اللي عندي. ابتديت اكرر الشريط ده كتير جدا واتعلقت بصوت الشيخ نفسه. الحقيقه من كتر تكرار الشريط ابتديت احفظ شويه ايات. بتسمع متاثر وحابب عاجبني صوت الشيخ. اه وحسيت بحاجات في قلبي بتحصل
يعني حاجات حلوه بقى، بس ايه اللي بيتقري لا يعني الا بقى الايات البسيطه، يعني حاجه بتتكلم عن الجنه عن النار، المعاني السهله دي يعني مفهومه. وبعدين جت في دماغي فكره، طبعا انا كان وقتها انا المخترع، يعني ايه، انا اللي هي براءه اختراع للفكره دي، ما اعرفش حد بقى خالص، يعني اللي هي صاحب مثلا خالص. ايه الفكره بقى؟ طب ما اشغل الشريط وهو بيقرا، افتح المصحف واقرا. ده كان بالنسبه لي فكره من اختراعي، يعني ممكن تتسجل براءه اختراع، ما اعرفش ان ده يعني، ما كده عرفت بقى ان ده الطبيعي يعني. فرحت جايب المصحف وفاتح، ابتديت اقرا مع الشيخ، هو بيقرا قران وانا بقرا معاه. ففي النص الشيخ نسي ايه، فانا ما فيش في دماغي 1 في المليون ان الشيخ يغلط، لان هو ده الوحيد اللي في الدنيا بتاع الدين يعني. فاللي جه في دماغي على طول ان المصحف غلط. ودي كانت من الحاجات الكوميديه جدا اللي حصلت. المصحف غلط وده تهريج، وزي طباعه مصاحف فيها ايات زياده وكده. وبعدين قلت طيب، رحت حاطط المصحف وجبت مصحف، متضايق بقى المصحف ده غلط، فجبت مصحف تاني، فلقيت برضه الايه موجوده. فاللي في دماغي ان دي مؤامره كونيه، يعني لا ده هو المطابع اتفقت، يعني في حاجه كبيره بتحصل في الكوكب والشيخ محمد جبريل لاحقها يعني. مش عارف بقى بعد المصحف رقم كام ابتديت اقتنع ان ممكن يعني يبقى الشيخ هو اللي ايه، يعني اللي فوت الايه. فضلت كده كتير بقى، يعني فضلت كتير مع الشيخ محمد جبريل، اجيب شرايط اقعد اسمعها. فكانت بدايتي مع القران، يعني بدايه اني احب الطريق ده كانت مع القران. والحقيقه دي يعني ايه، يعني لو قلنا ان دي ممكن تبقى فايده، يعني القران عجيب، له سطوه عجيبه جدا على القلوب. زي ما انت قلت، انت سالت سؤال مهم جدا، قلت لي انت مش فاهم حاجه انا عاوز اقول لك فعلا انت ممكن تبقى مش فاهم حاجه، لكن هو له سطوه كده، يعني تسمعه لا حاجه مختلفه تماما تماما. فدي كانت بدايتي مع الطريق ده، طريق التدين. يعني انا اكون سابق بخطوه يعني فيما يبدو للناس يعني. طيب قعدت قد ايه بتسمع وتكرر ما تعملش حاجه غير السماع بس؟ لا بص بقى، يعني انا التفاصيل الصغيره دي ممكن تلاقيني ايه مش فاكرها قوي، لكن دي قعدت فيها مده اني بسمع محمد جبريل ويعني ايه ارتبطت بيه نفسيا جدا. يعني بقى زي ايه ما بيقولوا ايه ابس اند داونز، يعني ايه، يعني طالعه نازله بقى، يعني ايه شويه ضمير يصحى وشويه الدنيا تسحب، صحبه طبعا اللي حواليك وكده يعني. فيعني كانت ايه طالعه نازله الى ان يعني ممكن لو قلنا في محطه تانية في حياتي فهتكون شرايط ابو اسحاق. مش فاكر عرفت ابو اسحاق منين ولا شرايطه منين، لكن كان تجربتي مع شرايطه مختلفه. ان انا كنت ممكن انزل اشتري بال10 شرايط لابو اسحاق ما نمشي غير وانا سامع ال10. المعنى اللي نوره في دماغي طلب العلم، يعني برضو ممكن يبقى في حاجات في النص في الحته دي، يعني حضرت الناس ورحت الناس وجيت من عند، يعني حصل ده كله زي اي شاب يعني بيتدين جديد. الاسامي بقى اللي كانت على الساحه من غير ذكر اسماء، يعني كل الاتجاهات وكل المدارس، يعني الحاجات دي كلها ايه اتفرمت يعني. لكن لو جاز يعني التعبير يبقى في محطه تانية في حياتي قبل بقى ما ابتدي طلب العلم، فهو شيخ ابو اسحاق هو اللي قال كلمه طلب، يعني كلمه طلب علم دي كانت بالنسبه لي برضو يعني شيء جديد. يعني هو ايه ده، هو مش الدين ان انا مثلا ايه بصلي واصوم واسمع شريطين اللي بسمع، لا ده في ايه ليفل تاني. ليفل تاني بقى، انت خش انت ايه يعني لو فضلت واقف هنا لا في حاجه تانية يعني خش. فابتديت اسمع له كتير، فهمت ان بقى في حاجه اسمها طلب علم، طب يلا ندور بقى، يلا نروح، يلا نشوف ده بيتعمل فين ده يعني. فدي كانت ممكن تبقى ايه المحطه اللي بعد محمد جبريل يعني. تمام. طيب الصحبه اتصرفت معاها ازاي؟ الصحبه القديمه بقى، بص هو انا يعني من تقدير ربنا سبحانه وتعالى العجيب يعني ان الرياضه كانت واخده جزء كبير من حياتي. يعني انا كان بيوصل ممكن اتمرن 3 تمارين في اليوم الواحد، فدي كانت واخده يعني وقت وطاقه ومجهود. يعني انا من الطرائف، انا كنت بركب مواصلات، يعني علشان اروح النادي وارجع من النادي كنت بركب مواصلات. فالحمد لله انا كنت دايما انا بيتي يعني المحطه اللي قبل الموقف. ليه؟ لان انا الطبيعي ان الكمساري بيصحيني في الموقف، يعني من كتر ما انا راجع ميت فبنام يعني. فلو كان الموقف ده بعيد شويه كنت هرجع اركب تاني يعني. فده كان الطبيعي اني بروح مش قادر. فوجود الرياضه في حياه البني ادم برضو غير الرياضه كرياضه، لا هو مهم انه بيبعده عن حاجات كتير جدا. يعني مثال مثلا انا كنت وانا الصيف يدخل فاصحابي كلهم يلا رايحين كذا، انا عندي تمرين والله مش عارف، يعني انا عاوز اعمل، انا مش عاوز، انا مش عارف يعني ما كانش فيه الدين اللي يمنعك من المعصيه، بس فيه الرياضه اللي حكماك. يعني نظبط الجمله مش كل يعني كان في انا ليا برضو سقف، كان ليا سقف
انما كان في حاجات انا عاوز اعملها، حابب اعملها، ومش عارف اعملها، يعني ما عنديش وقت اعملها. احمد حسنين الله يرحمه كان بيحب جدا الحته دي في التربيه، انه شايف انه مهم جدا ان احنا نسحل الاولاد الصغيرين في حاجات مفيده، نسحلهم في حاجات مفيده، دراسات على انشطه، على تمارين، على حاجات يتعلموها، على حاجات ترفيهيه، بس بحيث ان هو فعلا ما يكونش عنده وقت يروح في اي حته تانية. طبعا يعني انا بقول لك يعني ايه، يعني اللي هو ايه، لو ما شغلتش نفسك مش عاوز اقول الحق اللي هو الحق يعني باي حاجه حتى ملهاش تبعات في اخرتك. في السن اللي هو انت مش عارف تسحب فيه الشاب للحته المظبوطه، على الاقل اديك بعدته عن الغلط يعني. فكان الرياضه الحقيقه ليها دور كبير طبعا. كل اللي جاي يعني ده كله بعد ربنا سبحانه وتعالى، يعني اي حاجه برضه بتتقال هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قدر. يعني انا النهارده لو تسالني انت ليه عينك وقعت على الشريط ده، وليه عينك يعني ليه عقلك ابتدى يفكر في الاسم يعني ده كله بره حسابات البشر. وليه وانت اصلا تاخد مصروف كام عشان تروح تدفع منه فلوس في شيء يعني حته كده لما تقعد تعيدها تاني مش بتاعت حد خالص، مش بتاعت حد يعني انا هي اقدار عجيبه يعني ان وانا ماشي بس يعني راس تتلف عشان عين تقع على شريط، فقلبي يتحرك وتلاقي نفسك تضحي بجزء ما مش كان الشريط ب 2 جنيه ونص، فكان يعني رقم يعني انك تطلع من جيبك فلوس وانت راجل بتاخد مصروف، يعني شاب صغير تاخد مصروف من والدك عشان تحطها في شريط زي ده لمجرد تفك طلاسم انت مش فاهم يعني. هي حته كده ترجع بيها لورا، لا مش بتاعت حد خالص، هي ربنا تعالى فقط. واحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيحط في طريق ناس كتير المفتاح ده، بس ايه يكبون على رؤوسهم. يعني هو بقى مثل الذي اتيناه ايتين فساق، هو شاف النور وبعدين قال لا. وانا كنا لسه مش فاكر في درس ايه وبنتكلم على فكره اختيار القرآن للقلب والسمع والبصر. فكان كنا بنقرأ في التفسير، يعني أنا افتكر دلوقتي، فالمفسر بيقول في الحتة دي يعني عشان دي من أشرف الجوارح وكده، فأنا قلت للشباب وقتها راجعوا الحتة دي كده في بقية كتب التفسير. لا هم مش عشان كده، عشان الثلاثة دول هم وسائل الهداية في الثلاثة دول. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هو بقى المعنى اللي انت بتقوله ده، ان كتير يعني كل الناس لها قلوب ولها أبصار ولها آذان، لكن ربنا اثبت ان من الناس ناس بقى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها. نفس الحدث يحصل، واحد ينتفع واحد ما ينتفعش. يعني الفيسبوك كتير ده بيحصل قدامنا، تلاقي ايه بتسكرول فيجي بوست قدامك فلان الفلاني 20 سنه في نام ما صحيش، في واحد بيشوف ده ويسكرول تاني هو يعني خلاص هو بوست ضمن مئات البوستات اللي بيشوفها في اليوم. واحد تاني اتهز خلاص وقف هنا، هي خلاص ده الايه، حياته اتحولت هنا. البوست ده كان هو نفس البوست بس واحد شافه، انا بقى هنا شافه قرآنيا يعني هما الاثنين شافوه، لكن القرآن اثبت ان في ناس بتشوف وناس ما بتشوفش. يعني هي الرؤيه هنا بقى رؤيه الايه، الانتفاع بالايه اللي بتحصل دي. فهو لا هو كان ليه عين بتشوف رؤيه مختلفه وقلب بيفقه. فهو سبحان الله يعني دي بقى محض يعني ايه فضل من ربنا سبحانه وتعالى وهدايه من ربنا سبحانه وتعالى. بدات تسمع الشيخ ابو اسحاق الفريدي، تسمع الدعاء الموجودين على الساحه، ما حصلش يعني حاجه زي كونفليكت كده او صدام بينك وبين الصحبه اللي هي شايفاك بتدعي تجاه مشكله غلط؟ طيب خليني قبل ما نطلع يعني الكونفليكت الخارجي، لان انت قلت برضه نقطه مهمه جدا. هو حصل قبل ما ده يحصل بقى ابتدى يحصل ايه كونفليكت داخلي، زي ما قلت لك انا ايه الواحد طبيعه جيلنا، ما اعرفش دلوقتي الاجيال شكلها ايه، ويمكن ده اكتر دلوقتي. يعني فكره انت ايه الانفتاح على افكار كتير بتعمل لك انت جواك اصلا شويه ايه هو ايه يعني. فده كان حصل الحقيقه على الساحه. وهنا بقى بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني تيجي المحطه الثالثه، ودي فايده كبيره جدا جدا يعني في حياتي، او الفايده الاعظم في حياتي يعني، هي الشيخ اسامه حامد حفظه الله. فكره بقى الشيخ المربي، مش بس الشيخ اللي هو يعني عنده علم، لا الشيخ المربي المطلع على آفات النفس ومشاكل الشباب، ومن كلمه يقراك يعني ايه يعني في لحظه اللي يحل لك بقى المشاكل دي جواك. لان الحقيقه المشاكل دي والصراعات دي اللي بتحصل من التعرض لثقافات كتير، سواء بقى ثقافات يعني ناس بتتكلم في دين وناس بتتكلم في لا دين، او حتى لو دخلت في حته جوه الناس اللي بتتكلم في الدين فبتلاقي برضه شويه حاجات كده ايه
ما بتبقاش يعني هو مين فين ويعني مين صح يعني كده يعني. انا ليه بقول ده؟ لان ده اكيد حاصل لكل اللي دخل السكه يعني. فكان من فضل الله عز وجل عليا يعني الشيخ اسامه حامد كان يعني هو الايه النجده في الحته دي وفي غيرها الحقيقه يعني الشيخ هو يعني ايه جميله يطوقني الى اليوم يعني لغايه النهارده. انا قبل ما اجي هنا استشرته اجي ولا ما اجيش يعني. انا بالمناسبه يعني من فوق ال 20 سنه الشيخ قال جمله كده دي كونت او ده مكون رئيسي في شخصيتي يعني. الشيخ مره قال من 20 سنه تقريبا بيقول ايه؟ قال اصدق مثل قيل اللي ملوش كبير يشتري له كبير. كلمه كده قالها في يعني يمكن هو نفسه يعني ما كانش شاغل، بس دي كانت مكون رئيسي ليا في شخصيتي. اللي ملوش كبير يشتري له كبير، بيقول ده اصدق مثل قيل. وتربيت على ده من وانا صغير اني بالذات في الحاجات اللي ممكن يدخلها هوا بقى لا اقف وارجع لحد كبير وايه يعني استشيره واصدر عن قوله وكده. ونفعتني كتير الحقيقه، ربنا نفعني بيها جدا. انا اي قصه ممكن تنفع يعني الشباب اللي طالع بحاول يعني افتكرها واقولها يعني. من المواقف الكبيره برضو اللي حصلت في حياتي بعد ما خلصت الكليه، انا كان ليا واحد يعني صديقي جدا في الجامعه. كنت انا عند الشيخ اسامه وهو كان عند الشيخ ابو اسحاق، كنا مع بعض على طول يعني. انا بيت عنده وهو بيت عندي يعني، كنا كده في الجامعه يعني. وبعدين خلصنا الجامعه وانا محب جدا للتجاره يعني، انا اعشق التجاره يعني ودماغي بتاعت بيزنس. ولغايه دلوقتي اصحابي بتوع البيزنس يجوا يستشيروني في حاجات. فرحت للشيخ اسامه قلت له تجاره بقى يعني، افكني من هندسه خالص واشتغل في التجاره. وصاحبي ده يعني انا كنت انا وهو يعني ايه لينا الهدف ده يعني نشتغل في التجاره يعني ليه؟ عشان نوفر وقت لطلب العلم يعني، دي كانت نيتنا. فالشيخ اسامه قال لي اوعى تعمل كده. قلت له يا شيخ طلب العلم ووقت فقال لي كلمه انا 2005 يعني 19 سنه اهو مش ناسيها. قال لي هتلاقي وقت بس مش هتلاقي قلب. فدي كانت نصيحه الشيخ ليا، قال لي هتلاقي وقت بس مش هتلاقي قلب. انا مش مقتنع وامتثلت نصيحه الشيخ. وصاحبي مشي في سكه التجاره وجمعتنا بقى الاقدار بعد كده. فهو قال لي صاحبي قال لي لو استقبلت من امري ما استدبرت ما كنتش دخلت في التجاره. ده مش معناه ان كل مشي في التجاره غلط او خالص يعني. هو دي كانت نصيحه الشيخ. ويمكن يعني يمكن لو واحد تاني برضه راح ماشي ربنا يبارك له في وقت وقلب وكل شيء يعني. بس انا اللي عاوز اقوله يعني ده مما نفعني الله عز وجل به. الحته دي اللي ملوش كبير يشتري له كبير يعني. انا ليه بقول ده؟ لان كتير بلاقي برضه الشباب دلوقتي يعني زي ما كنا يعني حماسه الشباب واخدانا وممكن بقى نعمل اي حاجه يعني. اللي بيفرمل دي حكمه الناس الكبيره يعني، محتاجين نسمع لهم، محتاجين ده يعني احنا اللي محتاجين مش هم اللي محتاجين يتسمع لهم يعني. ايه الفرق بين واحد بدا ياخذ طريق الله سبحانه وتعالى ومعاه شيخه المربي، وحد خد طريق ربنا سبحانه وتعالى وبنيه صادقه لكن ما حطش اهتمام للموضوع ده يعني قال امشي مع نفسي؟ احكي لي مسار الاثنين. جميل. لو تفتكر احنا اللي خدنا دي في دي ايه؟ الكونفليكت الخارجي. قلت لك في كونفليكت داخلي نحله الاول، تعالى بقى نطلع بقى بره. هو يعني الكونفليكت الخارجي مش بس بيبقى مع الاصحاب، مش يعني دايره الاصحاب دي انا ممكن يعني اسهل دايره في الدوائر. الناس اللي قاعده على الكرسي ده قالت ان كانت اصعب عقبه هي عقبه. طيب خليني اقول لك يعني انا هقول لك ترتيب اللي انا شايفه منطقي. انا شايف اكبر كونفليكت ممكن يكون حاصل هو مع اهلك. ليه بقى؟ لان الكونفليكت مع اهلك ده هو يعني انت ممكن تقطع مع اصحابك وكتير بيعملوا يعني اي حد قاعد على الكرسي ده اكيد قال لك في لحظه خدت القرار ان لكن في كتير ادعى عليهم من ابوه ومن امه يعني الدايره دي هيعمل فيها ايه يعني انا لو صاحبي قلت له بص من النهارده ما اعرفكش خلصت، ما اعرفش اعمل دي مع ابويا، ما اعرفش اعمل دي مع امي. فهو في دايره تانية اهم سواء من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. وبعدين هي دي بيئتك بقى يعني، انت البيئه التانية لو قطعتها فانت دي بيئتك اللي انت مش هتعرف تعمل فيها حاجه. فيبقى في صراع في الحته دي لابد من ادارته، وفي صراع مع الدايره الاوسع من قرايبك لابد من ادارته، وفي صراع مع اصحابك لابد من ادارته، وفي صراع مع المجتمع لابد من يعني تعرف ازاي تدير الصراعات دي. يظهر هنا بقى بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى دور شيخ مربي فاهم لطبيعه الصراعات دي. يعني انا هقول لك حاجه من القواعد في التعامل مع الاب والام عند الشيخ اسامه قاعدتين يعني محفوظين يعني مفيش جيل عدى عليه غير وهو حافظهم. اول قاعده الشتيمه ما بتلزقش، يعني قواعد كده يعني يعني ابوك شتم اسوس ما بتلزقش. القاعده الثانيه بقى وليها قصه جميله يعني، بس هي قاعده معروفه يعني مفيش جيل عدى عليه غير قول له اولها يقول لك اخرها عليك بالاستغفار ياتيك الفار.
دي كان ليها قصه مع شيخ اسامه عجيبه جدا يعني. انا ليه بحكي الكلام ده؟ علشان يعني تخيل دي مكونه لشخص واحد قاعد قدامك دلوقتي من حاجه و20 سنه. الكلام ده ما راحش يعني، لا ده قدام عينينا فكان الشيخ بيقول ان هو برضه في بدايته حصل المشاكل في البيت وبعدين كان بره ومتاخر في امور دعويه وكده، وعارف بقى هيرجع البيت طبعا ايه يعني، لازم بقى زعيق ولازم. بيقول بفتح باب البيت انا، بيقول طول الطريق بقى شوف بقى المعاني التربويه اللي بتاخدها كده وانت قاعد يعني. بيقول طول الطريق عمال استغفر ربنا. هنا في علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه، هو في الاخر قلب ابوك وقلب امك بين اصبعين من اصابع الرحمن، فانت خلاص يعني خليك مع ربنا. فهو طول الطريق عمال استغفر، ما اعرفش بقى هتتحل ازاي، بس بحط المفتاح في الباب، بفتح لقيتهم عمالين يصوتوا فار فار فار، في فار في البيت. فانشغلوا في الفار. الشيخ طبعا دخل فين الفار ده بس سيبوني عليه وايه، وانشغلوا في الفار ونسيوا موضوع الشيخ خالص انه متاخر وانت جاي منين وانت كنت فين وكده. فهو حط القاعده دي بقى يعني، عليك بالاستغفار ياتيك الفار. مهم جدا، مهم جدا وجود شيخ مربي مطلع على الحاجات دي وعنده حكمه وعنده لا بيفرق معاك كتير جدا جدا يعني جدا. يعني انا عاوز اقول لك في دايره الاسره، انا والدي ربنا يحفظه يا رب هو لواء شرطه. انا عيلتي كلها شرطه يعني، اخواتي شرطه وابويا شرطه وعمامي وجد يعني. فانت احنا جيلنا اصلا يعني افلام التسعينات، الافلام نفسها كانت بتصور صوره معينه لاي واحد ايه دقنه طلعت صوره نمط معين كده. فتخيل بقى كمان ان يعني ابوك ظابط كمان. فالموضوع كان صعب جدا في الحته دي. من الحاجات اللي فادتني جدا غير بقى العلاقه بربنا سبحانه وتعالى، ودي ما هياش دباجه يعني ايه يعني اللي بيواجه الحاجات دي في بيته مش دباجه يعني، مش كلمتين يلا عديهم ونخش في الموضوع، لا هو ده الموضوع يعني. انت لو صلحت الحته دي مع ربنا سبحانه وتعالى الموضوع خلص اصلا يعني، خلص براهم بقى خالص يعني. معنى عميق جدا اللي هو معنى المبالغه في البر. يعني من ادوات اداره الصراع في الحته دي مش البر. يعني ايه المبالغه في البر؟ يعني انا هقول لك المثال للشخص يعني. احنا ما عندناش ثقافه ان اللي يسلم على ابوه وامه يبوس ايده، الثقافه دي مش في اسرتنا، مش في العيله بتاعتنا. بمجرد ما بان عليا شويه ايه يعني، واحد بيصلي بقى في جامع متدين بتاع، ما فيش مره سلم على ابويا وامي غير لازم ابوس ايده وايديه، لازم. عندنا ثقافه ان ممكن مثلا ايه امي تقول حاجه فعادي يبقى في مؤاوحه لا بعد كده هي الحاجه بتتقال بتتعمل يعني يعني ليه بقى؟ انت جاي بتوصل رسائل من غير ما تتكلم. انا مش اللي في يعني اذا كان في تخوفات معينه فخلي بالكم، لا انا مش كده يعني. هو اصل البر موجود، لكن فكره انك تشوفه وسيله يعني زي ما بيقولوا تول، يعني انك بتدير صراع يعني غير انه بر. فانت يعني اقول لك حاجه، انا لو ما كنتش قبلت الايد بس انا بار، لا فكره انا باخدكم للحته اللي انتوا مش متعودين عليها بس عشان اطمنكم. يعني انا اقول لك حاجه، صاحبي ده اللي كنت لسه بحكي لك عليه اللي كان معايا والده ملتحي ربنا يرحمه يعني، وكانت لحيته حاجه كده، كان بيقول له يا ابني انا لولا اني عارف ان ما ينفعش اقول لك كده كنت قلت لك احلق لحيتك. هو في يعني هي فطره في الاب وفطره في الام. فالمعاني دي مهمه يعني، انك تدير ازاي الصراع. فده كان بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لا الشيخ بقى، الشيخ المربي هنا اللي هو مثلا انت جاي له بسؤال مثلا، فبتساله يا شيخ ده حصل وابويا عمل لي وبتاع وانا اتضايقت ومش عارف ايه فيقوم جاي بعد عن ابوه خالص، انت يعني ايه اتضايقت وتعالى لي بس. اتضايقت من مين وبتعمل ايه كده يعني، فاهم؟ فتلاقي لا انت معركتك اصلا مش هنا يعني، انت معركتك في انك تصبر ومعركتك انك تظبط مع ربنا سبحانه وتعالى. فكان الحته دي من غير توجيه مع حماس الشباب وفكره انا اللي صح بقى وانتوا مش عارف ايه لا خليني اقول لك حاجه بقى. يعني انا في الطريق ده طبعا ايه دايما يعني غيتت شويه مع الشباب يعني في الحتت دي، يعني ما بسلمش بسرعه. يعني يجي يقول لك انا ما عنديش وقت، طب تعالى طب تعالى اقعد بس تعالى كده، فنطلع له 6-7 ساعات في اليوم هو فاتح بقه، هم دول فين دول؟ جبتهم لي منين دول؟ فهو فكره انا مش لاقي لا تعالى يعني ليه مش لاقي؟ يعني خليني اقول لك حاجه برضه عشان يعني هو عليه مجهود انه يدور فين الشيخ المربي. واحنا خلينا نقول احنا مين يعني، احنا اللي ممكن يكون سايقين بخطوتين بس عارفين يعني، احنا الوصل بين جيل وجيل. احنا مهم جدا نبين للناس دول يعني انا ممكن اقعد اقول اسماء دلوقتي، انا يعني مش عاوز اقول ده، بس هو في اسماء الشباب الصغار يعرفوها يعني، هم خلاص عارفيننا لاني بقى دلوقتي جيل كله قاعد على السوشيال ميديا وعلى التليفونات وعلى الناس دي غالبا مش هنا، مش في الحته دي،
ولو ليهم تواجد فهو ليهم تواجد ضعيف جدا لان هم مش هنا. ده دورنا احنا بقى، يعني من التوفيق لينا ان احنا بعد مرحله من الناس، يعني واحد جه بيسمع اكس ده بقى له 5-6 سنين، لازم يبقى بعد 5-6 سنين عارف اسماء ناس مربين من الناس الكبيره عشان يلحقهم يعني. فهو في وفي بدل الواحد 2 و3 و4 يعني في موجودين يعني، فهو في يعني ان شاء الله. طيب نرجع تاني للصراع الخارجي بقى مع البيئه اللي حواليك. كان الصحاب الاول كان الدنيا سهله معاهم ولا؟ الصحاب الدنيا كانت سهله. انا كانت دايرتي صغيره. انا كنت شخصيتي اصلا، انا كنت منطوي يعني واشتغلت على الحته دي يعني. انا اصلا منطوي يعني ما ادخلش حد في دايرتي بسهوله. فكانت دايرتي مش كبيره قوي، وكانت لطبيعه بقى انا حياتي انا دايما احب ايه، يا بذاكر يا بتمرن يا. فتلاقي اصحابي بحبهم وكل حاجه، وده دوائر قريبه مني، بس ما فيش الصحبه الدايمه قوي يعني. لان اصحاب التمرين غير اصحاب المدرسه. يعني دايما كنت اقول كده، اقول صحاب الدراسه غير صحاب الصيف. مش لاني لا، بس هو انا مسحول في الدراسه ومسحول في الصيف في التمرين. فكانت الحقيقه يعني انا كان في دايره بتقبل نتقابل في النص، يعني زي ما بقول يعني ايه، سيب ونسيب. وفي دايره خلاص يعني هو عارف طريقه وانا عرفت طريقي، فخلاص الحته دي يعني اتفكت من بدري يعني. بس يعني لو هقول حاجه هنا، فانا عاوز اقول اني برضو مش عاوزين نرمي الفوطه بدري يعني زي ما بيقولوا يعني، ما نستسلمش بدري يعني. لا يعني هو في ناس بتيجي من يعني انا ممكن ابقى متفاهم انك ايه، هبعد شويه بس لغايه ما انشف بس هرجع هعرف ليه عاوز اقول ده. عقليه الانسحاب من كل صراع مش هتخلق جوا يعني، مش هتخلق جواك حاجه. الصراعات دي برضو مفيده شويه في حاجات كتير جواك. يعني فكره ان انا هدخل تحدي واقبل التحدي، فكره ان انا هدخل صراع فالصراع ده هيحفزني زياده على اني اتعلم. لانه لما رمالي كلمه ما عرفش ارد، طب انا عارف فكره المدافعه يعني. خليني بقى اقول اللفظ الشرعي القراني، ولولا دفع الله. فهو فكره المدافعه دي، تخيل انت في كل ميدان فيه مدافعه انا واخد جنبه، لا يعني لا خش وتعامل. يعني انا فاكر ان انا طبعا صحاب التمرين طبعا، احنا مثلا المنتخب كان من مصر كلها بقى، فتلاقي افكار كتير وتلاقي دماغات وتلاقي النادي برضو كان كده. كنت لما اسافر مثلا، طبعا انا منتخب مصر 7 سنين قلت لك، ما سافرتش ولا سفريه مع المنتخب لسبب يعني مش حابب اقوله هنا يعني دلوقتي، بس كل سفريتي كانت مع النادي. يعني كنت اجيب اول جمهوريه وبعدين ادخل تصفيات المنتخب، اطلع اول تصفيات واقفل تليفوني واخلع فكل سفريتي كانت مع النادي. يعني اي سفريه سافرتها بره كانت مع النادي او حتى جوه مصر يعني المحافظات وكده. فمثلا احنا لو 20 لاعب، ما فيش حاجه اسمها 19 واحد بيصلوا الفجر. هم ال 20 بيصلوا الفجر، ال 20 يعني فكان المدرب عارف ده كويس فيا يعني. يعني ما فيش فكان ما فيش سفريه من غير امجد. يعني هو لازم امجد يكون موجود. ليه بقى؟ هو مش عشان الدين قوي على قد ما انا لامم الايه اصل دول لو فلتوا يسهروا بقى بالذات بره. يعني بره مصر الدنيا بتبقى وفي بطوله. يعني واحد صاحبي انا فاكر كلمه ليه، يعني هو دلوقتي حتى عضو مجلس اداره في نادي كبير يعني، كان بيقول لي انا اول ما بلاقيك معايا اعرف ان احنا رايحين اعتكاف اللي عاوز اقوله ايه، لا الناس بتقبل. انا بدي المثال ده ليه؟ الناس بتقبل يعني، هم عاوزين بس اللي ايه، وبقى بطريقه وكده يعني. الصراع ده هل مر بمراحل نقدر نعرف سمات كل مرحله؟ طبعا. ايه المراحل؟ خليني قبل نخش في التفاصيل، عاوز اخد البدايه والنهايه وبعدين نخش في التفاصيل، لان البدايه والنهايه دي مهمه الحقيقه. يعني البدايه ان اب بيطرد ابنه من البيت. يعني اذا ما كنتش هترجع امشي بره البيت. دي البدايه. النهايه ابن خلص الجامعه ونازل حلق دقنه علشان الجيش. فهو نازل، انا كان عندي عادي ومتقبل ده خالص، لانه يعني خلاص يعني ضروره ونازل. الام بتعيط والاب ميت له حد، ميت له يعني حد ميت في ان انا نازل احلق دقني. فببص لهم لا يعني مش متخيل انت يعني ازاي يعني انت هترجع من غير ده يعني. فدي البدايه ودي النهايه يعني اقل من 5 سنين
يعني دي اقل من 5 سنين، ممكن 4 سنين او حاجه. فدي البدايه ودي النهايه. التفاصيل اللي جوه مهمه ان احنا نتعرض ليها، بس عارف لما بتطلع كده وتشوف اللي هي يعني النظره من فوق ليها معنى. يعني البدايه كاي مواطن شريف يعني حب يدخل في السكه دي، تخوفات طبعا عن جيل الاباء في الفتره دي، لطبيعه الفتره وطبيعه الاعلام في الفتره دي. خلاص الواد ضاع، الواد دماغه اتلعب فيها، شوف بقى ابنك راح فين وبيقعد مع مين وكده. فطبيعي جدا يبقى فيه خوف شديد عليا الفتره دي، فتقلب بصراع. اقصد صراع هنا يعني مناوشات، يعني انت هتعمل لا مش هعمل انت كده يعني. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى في القصه دي، ودور المربي اللي لسه قايلينه انه ازاي تدير بقى الصراعات دي، وازاي تزوغ بذكاء، ازاي يعني ما تستدعيش صراع ملوش لازمه. يعني فكره دي بقى يعني مهمه، يعني في صراعات هي ملهاش لازمه انك تستدعيها اصلا. وبرضه خليني اقول لك حاجه، زي ما قلت لك من شويه، هو الاباء والامهات خوفهم على ابنهم الحقيقه برضه هو الابن فكره انه شايف ابوه، او يعني عاوز اقول لك ايه، يعني انا مثلا عرفت ان حاجه غلط، واقعي لما اشوف ابويا بيعملها غير اي واحد ستيني اخر ماشي بيعملها، يعني لا هي فكره ان ده ابويا، يعني هي برضه هي فيها حب مهما كان، بس فيها غشوميه بقى، يعني انا بحبك بس عارف الدبه اللي قتلت صاحبها كده يعني. فهو انا بحبك لكن مش كفايه، يعني مش كفايه انك تحب، لا ازاي اتعامل يعني. طبعا. فدي كانت البدايه. يعني مواقف، يعني عاوز اقول لك ايه مواقف بقى اللي فاكرها عقلي. يعني مره صحيت من النوم، امي ماسكه دقني، صاحي من النوم على كده يعني، وبعدين فتحت خير، قالت لي هحلقها لك وانت نايم مره يعني. الله يرحمه. فده الايه البدايه يعني. وبعدين بحسن الاداره بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، بحسن الاداره مره والاخفاق مره. من المواقف مثلا اللي كان فيها اخفاق اقولها برضو عشان يعني لو عشان افتكرتها الحقيقه، مش عشان اي حاجه يعني. لا فيها فايده برضو. كان في احد الدعاة هو طريقته صوته عالي بيزعق، دي طريقته. فكان من عدم الحكمه ان انا جبت شريط ليه، انا بقى نفسي ابويا يسمع دين بقى وامي تسمع دين وانا كده يعني، ما اديتش، يا ريت رحت حاطه في الصاله في الكاسيت ومشغله ومعلي على الاخر. فده كان الحقيقه كان اختيار خاطئ تماما. هنا بقى فكره اني انا شايف الحاجه ازاي وغيري يعني انا دلوقتي وانا بشغله ليا، لا مش ليا، يعني انا مشغله الاكس، هو اكس لما هيسمع الكلام ده هيسمعه ازاي؟ ما مش شرط يسمعه، يعني مش شرط يتقبله زي ما انا متقبله خالص. انا بسمع حاجه زي كده ممكن تديني طاقه، تديني مثلا حد تاني يقول لك اعمل ايه اللي انت مش وبعدين لا ركب بقى الصوره النمطيه للفئه دي مع الشكل ده يعني، فانت جاي خلاص انت يعني عارف انت ايه، جايب لي ادله التهمه يعني. فكان ده الحقيقه اختيار ما كانش انسب اختيار للموقف ده، مع يعني ما كانش كده. من المواقف مثلا اللي حصلت ممكن مش بالترتيب قوي بقى، يعني ايه اروح واجي، بس يعني عشان تورينا طبيعه الصراع من فين وصلت لفين. طبعا انا ما حضرتش افراح اخواتي كلهم، يعني انا ليا 2 كبار واحد صغير، ما حضرش اي فرح منهم. بس الموقف اللي عاوز احكيه هنا اني كاتب كتاب اخويا اللي بعدي على طول كان في نادي، فرحت على اني هسلم وامشي، فكان الدي جي شغال. انا اول ما دخلت ابويا راح عامل كده للدي جي، وقف الفرح. انا ما قلتش اي حاجه يعني، انا اول ما دخلت راح ابويا عمل كده للدي جي، وقف فرح تمام، وقف كل حاجه لغايه ما قعدت وسلمت على الناس. جدا انا اصلا والدي يعني مصلي صلاه عجيبه يعني من زمان، يعني يسجد يعني السجده الواحده ممكن تكون صلاه الظهر بالسنه بالكده يعني. بس فكره انه انت عارف انت واخد بالك احنا منين رايحين يعني الحته دي. فده برضو موقف من المواقف اللي في ذاكرتي يعني. مش بس كده، اداني المايك وخلاني اقعد اقول كلمه في الفرح في الكتب الكتاب ده. مثلا من المواقف الجميله جدا، وبرضه هنطلع ممكن منها يعني حاجه اللي هو فكره انك ممكن ايه نمانوفر يعني فاهم، هو الصراع كده تعالى له انت من هنا هتعدي القصه. انا كنت باخد مصروف، فكنت بحرم الجامعه مثلا، ممكن اروح الجامعه من الصبح ل7 بالليل ايام في الجامعه كده.
فكنت لا باكل ولا اشرب واقعد احوش مصروفي على مرتب النادي الفريق علشان اجيب كتب. فكان ده بقى الاول يعني قبل فكره الكتب دي، هو فكره ان انا بشتري كتب اصلا كانت بالنسبه لي برضه غريبه. وبعدين كتب بقى ايه يعني مش الحاجات اللي بيسموها مش فقه السنه ورياض الصالحين، لا يعني اسماء غريبه اصلا، هو الاسم لوحده مش مفهوم. فابويا بقى كان يزعل جدا ان انا اشتري الكتب. فكنت بعمل ايه؟ كنت اشتري الكتب وكان لي واحد جاري فوقيه اطلعها له، وبالليل اهرب الكتب واخبيها تحت السرير وخلاص. يبقى ايه يعني مش لازم استدعي صراع يعني خلاص. يعني ابوك بيزعل من الحته دي. بيجي لنا اسئله كتير، واحده من النقاب كتير بيجي السؤال ده يعني مش عارفه. وابويا قلت لها النقاب ده حته قماشه يعني في شنطتك، انت طالعه من البيت من غير نقاب وهتلبسيها على باب البيت، راجعه البيت هتفكيها وتحطيها في شنطتك وتدخلي. احنا بعدنا يعني. بص مساحه الصراع بعد ما كانت 100% مساحه الصراع بقت نسبه. يعني قول لي دلوقتي في الاسر نسبه ان الاب يخرج مع بنته دي كل فين يعني قللنا جدا مساحه الصراع بايه ولا حاجه. بس غيرنا العقليه بس في التفكير. انا زي ما استدعيش صراع، لا الشباب دلوقتي هو رايح للصراع يعني انا مستني ابويا يقول لي مش عشان ادخل. هو مش كده، الموضوع مش كده خالص. من المواقف الجميله في الكتب لما فاكره يعني لما اشتريت فتح الباري بقى طبعا الكتاب اصلا المجلد قد كده وبعدين انا بس ايه عمليه التهريب هي المهم، عمليه التهريب يعني ايه اني اوصله لجاري، بعد كده كله سهل يعني. وكنت راجع البيت بعد صلاه الجمعه، والعادي بابا بيصلي الجمعه يعني انا صلي الجمعه في حته بعيده واشتريت الكتاب وراجع، فالطبيعي ان هروح بابا يبقى في البيت يعني. ما اعرفش بقى اليوم ده طول تحت انا داخل بفتح الباري كده، انا مش شايف بقى الطريق يعني، كل شويه اعمل كده عشان ايه يعني اشوف انا ماشي ازاي، وبعدين بعمل كده لقيته في وشي تحت العماره. فانا بقى يعني مش عارف ايه اللي هيحصل يعني. لقيته راح ضحك يطلع وضحك فكانت بقى ايه يعني ده ايه يعني بدايه الايه طلعت على البيت بقى على طول طبعا خلاص يعني بقى. فده من المواقف برضو الجميله اللي حصلت يعني. الطريق اللي انت مشيت فيه عشان امتى كده يبقوا متاثرين وانت بتحلق كده. لا هو ده مع يعني هو زي ما بيقولوا ايه يعني هو حاجه اكيوميليتيف كده يعني. هو مش عند حاجه معينه، هو بيبقى حاجات بتتراكم يعني موقف ورا موقف ورا موقف هم متوقعين منك رد فعل معين فبيلاقوا رد فعل تاني الحاجات دي مع كثره طبعا مش مع يعني قبلها بقى كثره الدعاء واللجوء لربنا سبحانه وتعالى. وان يعني فكره الحديث عن قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن ما تعديش كده يعني الحقيقه يعني. اللي هو انت رايح انت ايه انت برضو يعني ايه لو الالفاظ اللي يعني اخترناها من الاول انت في حلبة غلط. هو الصراع مش هنا اصلا يعني انت ابوك اهو في الحلبة اهو، بس هو الصراع مش هنا، هو الصراع بره الحلبة دي خالص يعني انت فاهم. هو الصراع بقى بجوف الليل مثلا، الصراع في بين الاذان والاقامه في الحته دي. فهتلاقي خلاص يعني الدنيا ظبطت لوحدها كده يعني. فما فيش موقف اقدر اقول هنا بقى حصل لا ما فيش كده. هو حاجات بتتراكم مع الوقت مع مزيد من اللجء والافتقار والدعاء وكذا وكذا بتجيب بقى ده ايه يعني بتؤتي اكلها يعني. اصعب حاجه كانت بتواجهك في طريق الى الله عز وجل اللي هي كانت ممكن ترجعك تاني. بس انت عارف كل مرحله عمريه ليها التحدي اكبر ليها يعني فاهم يعني تلاقي المرحله دي مثلا فيها تحدي معين كبرت شويه او اتنقلت المحافظه بقى تحدي يعني. فهو ما فيش حاجه يعني مفيش حاجه نقدر نقول. بس هو يعني مثلا لو ان في وقت من الاوقات ان الدنيا مثلا بتاخد الواحد مثلا وكده، وجود الدعوه الى الله ده كان مثبت قوي جدا في اوقات كتير الحقيقه. يعني فكره ان انا ابتديت الدعوه الى الله لا دي في وقت من الاوقات كان ممكن خلاص يعني زي ما بيحصل مع كتير يعني مش كتير ان هو ممكن يعني يسيب، بس يعني ايه خلاص بقى هو تحول لايه بقى، تحول مش لحاجه وحشه يعني. انا مش بقول ان هو راح بقى حاجه وحشه، لكن بعد ما كان ليه اهداف كبيره مع الوقت لا خلاص اهدافه بتقل لغايه ما بيتقلص في ايه شويه شعائر مع عظمها وقدرها العظيم في الدين طبعا وخلاص. بدايه الطريق ولا لما ابتديت الدعوه مش في البدايه خالص طبعا
يعني ممكن في تانية جامعة مثلا ابتديت الدعوة إلى الله الحمد لله. يعني كان في يعني كذا اتجاه. حاجة كنت عاوز أقولها برضو جميلة جدا في حتة موضوع الصراع ده، اللي هو لما قلت لك مش كل صراع تحاول تاخده برضو بإنك تركن بعيد عن الصراع، لا. ليه بقى؟ من المعاني اللي شايفها في جيلنا ومش شايفها في الجيل اللي طالع مع توافر البيئة الخصبة لده، فكرة إن كان جيلنا عنده قضايا، يعني عنده قضايا فكرية، يعني فكر يعني حتى لو غلط بس واحد عنده قضية بيتكلم فيها. دي كانت خلق حالة من الثراء الثقافي. يعني فاهم؟ يعني احنا مثلا ندخل الجامعة فنلاقي الأسرة العلانية ودول عندهم فتبتدي انت سواء انت منضم او مش منضم، طب هو ايه الاختلاف؟ فتروح تقرا الاختلافات وتفهم دول بيقولوا كده ليه ودول بيقولوا كده ليه والصح. بتخلق حاله من الثراء الثقافي والمعرفي. مش ممكن اكون ظالم للجيل ده، بس هو انا مش شايفها قوي حاصله في الجيل ده. ليه بقى بقول مع البيئه الخصبه؟ الانفتاح اللي احنا السوشيال ميديا والاتجاهات المختلفه، يعني المتوقع كنا نلاقي ده بقوه في الجيل اللي طالع. لا انا مش شايف كده الحقيقه. يمكن لان وقت كتير ضايع اصلا في السكرولينج وفي يعني فما فيش وقت اصلا ان احنا نغطس في حاجه. يعني احنا بناخد كل حاجه من على الوش خلاص بقى، ده سمه العصر. ناخد كل حاجه من على الوش كده، وحتى لو البوست لقيت فيه يعني مثلا ايه سيمور، خلاص البوست ده ما يتفتحش اصلا يعني. يعني ما حتى لو مين اللي كاتبه. فده كان موجود في جامعه عين شمس. هي هندسه عموما يعني لبش في اي حته يعني في الحته دي. حد مره قال لي كده، قال لي هتلاقي دايما هندسه فاصلينها عن الجامعه هم. يعني هتلاقي هندسه عين شمس فعلا لوحدها، هندسه اسكندريه لوحدها، هتلاقي هندسه كده ايه هم خلوها في حته لوحدها. كان في اتجاهات كتير في الجامعه اثرت برضو على الواحد ثقافيا ومعرفيا، وكان طبعا بالتبع لده كان في دعوه جميله في هندسه يعني. كنت بتكلم عن حته العقبات. كان في حاجه معينه اسراء مثلا بين تعلقات القلب او حاجه بتحاول تخرج منها، ولا الموضوع كان سهل؟ لا هو ما في يعني في الحته بتاعت القلب هو ما فيش حاجه سهله، ولو شفت حاجه سهله فغالبا هتبقى انت مش عارف الحاجه يعني يعني مش عارف الحاجه دي ومش عارف ان هي لسه موجوده. يعني هو الحته دي لا محتاجه مجاهده. يعني لفظ الجهاد اللي جه في القران والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا دي، وبعدين رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. يعني فنيجي بعد ده كله ونقول اصل الموضوع لا، هو الموضوع مش سهل. يعني لما حفت الجنه بالمكاره جبريل قال ايه؟ وعزتك وجلالك لقد خفت الا يدخلها احد. والنار حفت بالشهوات وعزتك وجلالك لقد خفت الا يخرج منها احد. فالموضوع لا محتاج مجاهده ومحتاج صبر ومحتاج دعاء كتير، ومحتاج بعد ده كله مراقبه بقى. يعني اللي هو يعني حتى لو في ظنين ان خلاص خلصنا، كل وقت كده محتاج ترجع تتشيك تاني. يعني هو الموضوع فعلا خلص ولا انا اللي بيضحك عليا؟ لان الموضوع خطير. يعني فكره القلوب دي دايما هي فكره مرعبه الحقيقه. ليه بقى؟ لان حساباتها غير. يعني مثلا اللي هو من كان في قلبه مثقال احد من كبر مثلا دخل النار. يعني هو مش كده، مثقال ذره من كبر. فانت الحديث ده لما تقعد تتخيله كده، مثقال ذره من كبر، طب هو موجوده ولا مش موجوده؟ فالفكره في حد ذاتها ان نقول خلاص احنا خلصنا الكبر بقى نخش على اللي بعده. انا بقول لك بس ايه، انت ممكن تبقى نظفت بس في حبه تراب هناك كده، هم دول بقى اللي بنتكلم عنهم اصلا، مش اللي انت نظفته كله. لا احنا بنتكلم على مثقال ذره من كبر. فالمساله الحديث ده الكبر. طب خش في الرياء تلاقي ان اول من تصعب بهم النار ثلاثه، فتلاقي واحد بذل روحه في قتال، والتاني قضى حياته بيحفظ قرآن ويعلم قرآن، والتالت فلوسه مش ليه. يعني عبادات كده. فتلاقي القصة كلها في حرف، وربنا بيقول له كذبت وتقول ملائكة كذبت، هو ما كذبش. ما هو الأول هو كذب، عفوا ربنا قال كذبت فهو كذب، بس أقصد ما كذبش في أصل الفعل. يعني هو بيقول له أنا قتلت فيك حتى قتلت، وهو قتل وقتل فعلا. والتاني أنفقت فيك، والتالت تعلمت فيك القرآن وعلمته.
هو كذب في حرف الكاف بس. يعني فكره ان حرف الكاف ده فيك ان هو فعلا قاتل وقتل، والتاني فعلا تعلم يعني طب دي بقى يعني تتظبط ازاي؟ هديك مثال مثلا، انا قلت لك ان انا قبل ما اجي استشرت الشيخ يعني، وده بالمناسبه انا بعمله على طول يعني. انا يعني عديت ال 40 اهو، بس انا لغايه دلوقتي ما ابتديش حاجه غير لما لازم يبقى ليا كبير يعني. استشرت الشيخ هاجي وشرحت له فكره البودكاست وكده. فالشيخ يعني ايه، هو ليه طريقه كده في الفكر، وفي الاخر ختم الكلام بكلمتين اللي هو يبقى الاستخاره والاخلاص، لان لو بقى عاوزين شهره وعاوزين هنخذل. وهو شيخ عادته لما بيجي يدي الدرس بقى التربوي ده ما يبصلكش اصلا يعني. يعني يبص في الارض كده ويدي كلمتين كده اللي هو كلمتين انا ممكن اقولهم لاي حد، بس واقع دول من الشيخ على الواحد في الوقت بقى ده اللي هو ايه، محتاج ايه حد يديك كده ايه يعني، فوق بقى انت رايح ليه، واظبط الدنيا وكده. ما بقولش ان انا ظبطت الدنيا، انا بقول يعني ايه فكره انك تلاقي اللي وراك يزقك في الحته دي يعني. اللي انت فعلا بتتكلم عليها بعد فكره وجود الشيخ المربي، في شيخ مربي انت برضه مريت بحاجات، ايه الحاجات اللي انت كنت بتتكلم عليها؟ لان احيانا بيبقى في ناس ليها نوع معين من العبادات هي بيلاقي فيها قلب وبيلاقي فيها دين، يعني نفس سواها فلها جواها تقوى نفس ليها تقواها هي التي تقوت هي عليه. ايه الحاجه اللي انت كنت بتتسند عليها او بتتسند عليها لغايه دلوقتي في الطريق؟ اللي كنت من اول الطريق لغايه قبل كام سنه طلب العلم الحقيقه، يعني دي العباده اللي كنت بلاقي فيها قلبي ولاقي فيها نفسي. هو طلب العلم على طريقه المدرسه دي، مدرسه الشيخ اسامه حامد، الشيخ الدبيسي، الشيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله. وليه بقول كده؟ لاني يعني فكره ان وانت مثلا تقرا فقه واصول انت عينيك بتعيط وبتدمع وبتتاثر. انا اتربيت كده، انا شفت ده، انا شفت ده، شفت الشيخ اللي قاعد بيقرا في كتاب اصول فقه فيبكي ويسيب الكتاب عشان ينهنه. ففكره ان العلم كله منفذ على بعضه يعني انا يعني انا جبت مثال اصول فقه، لان اصول فقه مثال علمي جامد اللي بيدخله ده. فالفكره دي لا، العلم مؤثر في كل فروع العلم. يعني انا جبت لك انا ما بارختش لما قلت ده على فكره. هو العلم مؤثر جدا، بس ازاي هتقراه وازاي هتخش فيه وعاوز تطلع منه بايه. يعني فكره انا ممكن اكون دلوقتي فاتح الكتاب علشان انا عاوز احط بوست على الفيسبوك يكسر الدنيا، فعاوز اخد لي بقى ايه لقطه كده سطرين من حته الناس تتمخمخ لما تقراه. واحد تاني لا، انا فاتح عشان قلبي، يعني فاتح فقه عشان قلبي، وفاتح اصول عشان قلبي يعني في المقام الاول، وبعدين يجي العلم بقى ده بعدين. لا العلم الحقيقه يعني جميل يعني. انا جت عليا فتره ما يعني لو حصل لي ارق عشان انام افتح كتاب واحطه على يعني انا كنت مرتبط بالكتب جدا نفسيا حتى وجدانيا. يعني كنت مرتبط بيها جدا نفسيا. ممكن لو فتحت كتاب كده احطه على صدري خلاص انا انام بقى دلوقتي يعني. دي حقيقه مش مبالغه يعني كنت مرتبط بالكتب جدا. في ناس خدت طريق ربنا سبحانه وتعالى ولا زالت تكتفي بالحاجات اللي بترقق القلب والقصص المؤثره، لكن هو ما خدش طريق العلم. ده بيحصل له ايه؟ علشان يبقى الخطاب يعني غير مجتزأ. احنا الخطاب لعموم الامه دلوقتي يعني اقصد اقول ايه، احنا مش عاوزين الامه كلها علماء، مش مطلوب ده من الامه اصلا، ولا عاوزين الامه كلها مجاهدين ولا الامه كلها حفاظ لكتاب الله، مش مطلوب يعني. احنا التنوع مطلوب. ففي قدر ادنى للمسلمين كلهم، يعني في قدر ادنى كده من العبادات لازم كلنا نعملها وما ينفعش نسيبها ويتبقى بقى الترقي في الدرجات. فخلاص احنا خدنا القدر الادنى من الفقه، خدنا القدر الادنى من الاعتقاد، خدنا القدر الادنى اللي هو يعني ايه مصطلح، لو جبناه مصطلح شرعي اللي هو ايه ما ليس على المسلم جهل، خدناه. عاوزين بقى حاجه تثبتنا في طريقنا. انت قلت كلمه جميله جدا، قلت ايه كل واحد ليه ثبات كده معين يعني. اكيد قاعد على الكرسي درس كتير قبلي، وكل واحد هيقول حاجه، اللي يقول لك قيام الليل، اللي يقول لك القران، اللي هيقول لك. فهو خلاص ما على محسنين من سبيل، يعني كل واحد ايه بقى يعني عاوز الطريق ده امشي في الطريق ده. يبقى ان احنا مش عاوزين ننزل عن حاجه معينه، دي اللي عاوزين نبقى ايه يعني واقفين عندها، ما ينفعش ننزل عنها، عشان لو نزلنا فاحنا كده بنروح. انما لا، مش مطلوب خالص ان كل الناس تمشي في طريق العلم، لا طبعا.
بص، هو سؤال السهل الممتنع. ليه بقى؟ يعني خليني اعلق على فلسفه السؤال قبل ما ارد على السؤال. ما ينفعش ابقى انا واخد طريق وانا مش عارف انا عاوز اروح فين. يعني انا، وده حتى في العقل، يعني انا دلوقتي عاوز اروح اسكندريه فهمشي كده لان لو عاوز اروح بورسعيد انا من البدايه اصلا يعني هروح في حته تانية خالص. فانا رؤيتي دلوقتي في الفتره دي، يعني طبعا رؤيتي تغيرت مع برضو يعني مع عده عوامل يعني قبل كده. بس انا رؤيتي فين دلوقتي؟ انا رؤيتي في دعوتي اني عاوز اخد بايد فئه معينه من الناس اللي هي لا هي بعيد قوي يعني ولا هي خلاص عارفه طريقها في طلب العلم. فئه كده ايه، تقدر تقول تايهه شويه، يعني احنا يعني بقالنا كتير بنسمع ومش عارفين نروح فين. فانا عاوز اخد بايديهم من الحته دي اوصلهم للحته دي بس. وده العمل اللي انت عايز تكمل فيه طول عمرك ترضي ربنا سبحانه. هذا ليس المحبب الى قلبي اصلا. يعني انا هوايا في خلاف هذا. انا هوايا في العلم. يعني لو هوى نفسي فانا هوى نفسي ابعد عن كل اللي انا فيه ده خالص وارجع تاني للكتب. ده هوايا يعني لو هوى نفسي، وما خرجتش للحته دي غير لاني يعني عرفت ان الحته دي يعني ممكن تكون محتاجه شويه ناس فيها. يعني ممكن تتغير طبعا. يعني اللي عاوز اقوله ايه، هي فكره لو هنتكلم بلغه اداريه فهي موارد وبتوظفها في انسب مكان ليها. يعني لو اتكلمنا بلسان الشرع فهو فكره ان عندك فروض كفايات كتير قدامك، وفروض الكفايات دي لازم يعني لابد انها تتحقق بشكل ما يعني. والكفايه الحقيقه مش متحققه في كتير منها، لكن بنحاول نسدد ونقارب بقى يعني يعني ايه اولى من ايه، يعني فقه اولويات شويه يعني. آية بتأثر فيك بشكل دائم أو أقوى؟ بصوا، القرآن الحقيقة عجيب يعني لا تفنى عجائبه زي ما بيقولوا. لكن أنا ممكن أدي يعني أنا مفيش حاجة بعينها أقدر أقول دي دونا عن باقي القرآن. لكن النهاردة حصل حاجة عجيبة جدا معايا. في درس تفسير العصر النهاردة كنا بنقرأ تفسير الحق، سورة الحق، وعند قول عز وجل إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فكلام المفسر راح لقصة نوح عليه السلام. فأنا لقيت نفسي بقول للشباب يعني في الدرس، بقول لهم الحقيقة قصة نوح اللي هي بقى مذكورة في سورة هود وحواره مع ابنه وقصة السفينة يعني بالتفصيل ده. ودايما أقول لهم الموطن ده النهاردة في العصر، بقول لهم كده، بقول لهم الموطن ده يعني إيه لازم يهز، ما ينفعش أعدي عليه غير لما يعني لازم أتهز. وخلص الموقف. وبعدين المفروض كان القدر ان احنا متفقين هنصلي العشاء مع بعض هنا جنب الاستوديو. فانا رحت مسجد تاني، دخلت صلاه العشاء، الراجل في الركعتين صلى بالايات بتاعه قصه نوح اللي في سوره هود. لا مش الحق، الايات التانية اللي هي. لكن سبحان الله الايه دي طبعا هي بتهزني، وحوار الاب مع الابن يعني تفاصيل كتير انا مش عاوز ادخل فيها دلوقتي. لكن التفصيله اللي النهارده الحقيقه بقى يعني كانت واضحه جدا جدا قدام عينيا وليها تعلق بالبودكاست. فكره انه نوح عليه السلام امر ان هو يلم اللي امنوا معاه في سفينه. يعني كل اللي امن مع نوح اتلموا في سفينه. يعني طب نوح ده فضل عليه السلام فضل يدعي 950 سنه. كل اللي امن مع نوح اتلم في سفينه، ده مع الحيوانات والطيور يعني عدد قليل جدا قليل جدا. فاول معنى جه في دماغي وهو بيقرا الايات اللي هو فكره ايه بقى، لان ده تحدي كبير جدا قدام الدعاء بالذات مع الانتشار الواسع ده، اللي هو بقى قياس مدى نجاح دعوه من عدم نجاح الدعوه. هو فلان عنده كام سبسكرايبر وكام فولور وكام لايك وشير الحته دي احنا لا يعني القلب لازم يتخلص منها الحقيقه. والا احنا لو وزننا بالمقياس ده ياتي النبي يوم القيامه وليس معه احد. يعني بلغه العصر كده داعيه فضل يدعو على الفيسبوك ما فيش واحد عمل له فولو واحد. يعني تدخل صفحته زيرو، ما فيش ولا فولو. ومعه الرجل ومعه الرجلان. قطعا النبي ده لو عاوزين نقيم دعوته ناجحه او فاشله ما ينفعش نقول فاشله، يعني ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا النبي اللي هو هياتي يوم القيامه وليس معه احد دعوته انجح الدعوات في وقته وإن لم يتبعه أحد. فخلاص هو أدى ما عليه
فكره بقى انا اذن الدعاء اللي على الساحه بعدد الفولورز او بعدد، لا، وفكره الدعايه نفسه بقى يعني وانا طالع انا اقيم دعوتي بايه. فواحد من الكي بي ايز بقى دلوقتي اللي هو ايه انا في الاسبوع اللي فات بقى دخل لي كام واحد، ده بقى واحد من الكي بي ايز. يعني شئنا ما بين حتى في القلب، يعني لو ما نطقتهاش لا فوق. فدي جت الحقيقه في الايات. وبعدين بقى ختام الايات مع دي: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك. من هنا مش هم اللي في السفينه، من يعني من ذريتهم. يعني فكره انك ممكن كداعيه يتبعك 2 3 4، لكن في ناس جايه من ورا دول، يعني دول الايه، يعني انت تبعك 2 3 4، لكن كل واحد من دول هيبقى بعد كده بامه وهيبقى له، فما تشغلش دماغك دلوقتي يعني ايه. فالاثنين الحقيقه جم عملوا كده مع بعض، يعني ايه، يعني بدايه الايات خالص وهم بيركبوا، والمشهد ان هو عدد كام يعني اللي هيركبوا سفينه يعني بعد 950 سنه دعوه كام. وفي الاخر لا، ده في امم ممن معك.